خلاص يا صبايا، احنا كده خلصنا فصل الشتاء والربيع، ودخلنا خلاص على فصل الصيف. اهم حاجة بقى في الصيف هو النظافة الشخصية. يا جماعة شايفين البط؟ حتى البط والطيور كله بقى عنده نظافة شخصية. في محل احنا بقى البني ادمين لازم يا جماعة ناخد شاور كل شوية في الصيف، ونهتم جدا بنظافتنا الشخصية. مش لازم ابدا ان احنا نغسل شعرنا بالشامبو ابدا كل شوية. هي الشامبو بس مرة او مرتين في الاسبوع. والباقي بقى الشاور كده ميه كده بتنزل على الجسم، وشويه شاور جل كده على جسمنا. بعد ما نطلع من الشاور بندهن جسمنا بقى بالبادي لوشن. مفيش بادي لوشن، ميه ورد، يعني اي حاجه تكون ريحتها حلوه. مهم قوي قوي ان احنا نهتم بنظافتنا الشخصيه. ولو امكن نحط ديودرنت او مزيل لرائحه العرق، يبقى برضو حاجه لطيفه، بس يكون حاجه ايه، صحيه، ومنتج يكون طبيعي وصحي. شايفين البطة ازاي بتهتم جدا بنظافتها الشخصية، مع اننا كنا في الشتاء. يعني هي الشتاء وصيف بتهتم قوي بنظافتها الشخصية. مش البطة بس، والقطة، كل مخلوقات ربنا. محل احنا البني ادمين بزعل جدا لما بكون ماشية والاقي واحدة يعني مش ريحتها مش لطيفة. بزعل جدا جدا. ليه؟ ماء المية يعني دي، وخلقنا من الماء كل شيء حي. فلازم جدا ان احنا نهتم بنظافتنا وبترطيب بشرتنا، سواء بشرب المية او كمان ان احنا ناخد شاور في الصيف ويكون ريحتنا طيبة. وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية. يا ريت نشير المعلومة لكل السوايا عشان الكل يستفيد. واشوفكم ان شاء الله المرة الجاية في احسن حال. كل سنة وانتم طيبين.